تعود مرة أخرى، يستلم الكرة أحمد الكعبي، يمرر خطرة لصالح المنتخب العماني، يمرر عصام أو صلاح والكرة والهدف الأول. الهدف الأول للمنتخب العماني، يعني كرة كانت متناقلة ما بين أفراد المنتخب العماني، والتغطية الدفاعية كانت ضعيفة. كرة كانت ممتازة، كانت من صلاح من بدأها اليحيائي، والكرة كانت يعني صعبة على المنتخب السعودي وعلى نواف العقيدي، والدفاع لم يكن في التغطية بشكل صحيح. هذه كرة القدم، إن لم تسجل يسجل في مرماك كما يقال دائما. هذه الكرة وهذه اللمسة التي كانت من اللاعب رقم 17 منذر العلوي الذي كان يطلب التغيير في الدقائق الماضية. ها هو يسجل الهدف الأول ويفتتح التسجيل للمنتخب العماني في لحظة يعني كان هناك، يعني أتحدث عن الضغط الحاصل والواضح لمنتخبنا السعودي في الدقائق الماضية. منذر العلوي إذن يسجل الهدف الأول. هذا هو الهدف، هدف كان ممتاز من هذا اللاعب وتفكير سليم أكيد. وعن سميحان في محاولة المرور، الكرة والتمريرة والتحضير ومران والهدف التعادل. هدف التعادل لمنتخبنا السعودي، تركي العمار، قتالية محمد مران يسجل. إذن تركي العمار الهدف التعادل، ما يصيد الجواز يكود بخص وضاري، القنص بالركاده والتسرع جهاله. هدف التعادل للأخضر. صقور الأخضر تظهر الآن، الصقور السعودية تحلق في سماء البصرة. هنا الهدف، قتالية محمد مران، نعم، وتعود لمصعب وسميحان، وهدف تركي العمار. هدف رائع لمنتخبنا السعودي، ولكن الكرة كما نشاهد هدف رائع من تركي العمار. هذه المتابعة الممتازة من محمد مران والقتالية، لم ييأس محمد. وأيضا هنا لا توجد لمسة يد، وهنا الكرة، نعم، الهدف صحيح بإذن الله لمنتخبنا السعودي. إذن هدف التعديل، الكرة لا يوجد بها لمسة يد كما يعني شاهدنا في اللقطة، والكرة لم تتجاوز أيضا. والهدف لتركي العمار، هدف سعودي، هدف تعادل في خليجي 25. تركي. عصام الصبحي يتقدم، عصام يمرر، تمريرة ممتازة لزاهر الأغبري إلى التسديدة. هدف للمنتخب العماني، وهذه الاحتفالية هدف للبديل أو للاعب حارب السعدي، قائد المنتخب العماني فانكوفيتش برانكو يتابع هذا الهدف، وأكيد سعيد بهذه النتيجة لأن المنتخب تحت الضغط. كما حدث السيناريو في الشوط الأول، كان المنتخب السعودي، منتخبنا كان ضاغطا في المباراة، وكان أكثر استحواذ في الشوط الأول، ولكن في لحظة كان المنتخب العماني وسجل هدف التقدم. وها هو الآن يفعلها حارب السعدي، اللاعب الذي سدد الكرة في الشباك، والهدف الثاني للمنتخب العماني على طريقة خليفة عايل، على طريقة عماد الحوسني، على طريقة فوزي بشير، على طريقة هذه الأسماء التي كانت تسدد بقوة، وخاصة خليفة عايل المدافع العماني الذي كان امتاز بالتسديدات القوية من خارج خط 18. وهدف للاعب الذي كان قد تنازل عن شارة القيادة، حارب السعدي، للاعب المسلماني، والهدف